السلام عليكم. زهقتوا من كتر ما خدتوا أدوية وسمعتوا عن أدوية للتخسيس وجربتوها وما خسيتوش؟ طيب زهقتوا من كتر ما عملتوا دايت وعملتوا رياضة وما خسيتوش برضو؟ طيب مش عايزين تجربوا دايت ولا رياضة وعايزين تخسوا وتفضلوا تاكلوا؟ هو ده اللي كل واحد فينا عايزه. النهارده أنا جاي أشرح لكم حقن التخسيس. أكيد سمعتوا عن حقن التخسيس. حقن التخسيس دي اللي موجودة في السوق ومالية السوق وموجودة من 2009. زي ايه؟ زي حقن الساكسيندا وحقن الفيكتوزا وحقن الاوزيمبيك وحقن المونجارو اللي هي اخر واحده نزلت السوق. عارفين الحقن دي بتعمل ايه؟ انا هقول لكم الحقن بتعمل ايه. في ناس كتير سالتني عن الحقن بتعمل ايه وانا هشرح لكم النهارده هي بتشتغل ازاي. الحقن دي بتشتغل زيها زي هرمون موجود في الجسم بيتفرز بعد الاكل. الهرمون ده بيتفرز من الامعاء والبنكرياس، اسمه هرمون الجي ال بي. الهرمون ده بيحسسك بالشبع وبيزود افراز الانسولين وبيبطئ حركه الاكل من المعده للامعاء، فبتحس بالشبع فتره طويله. الحقن دي لما ناخدها من بره تحت الجلد زيها زي الانسولين، بتخلي الهرمون ده في الجسم دايما عالي، فبتخلي الشهيه ضعيفه، مفيش نفس للاكل خالص، بتبطئ حركه الاكل من المعده للامعاء، وكمان بتزود الانسولين عشان تحرق لك السكريات. لما تحرق السكريات الجسم هيبدا ينزل تدريجي. افضلهم المونجارو اللي هي اخر واحده نزلت. المونجارو طبعا بتخسس تقريبا 25% من وزن الجسم. يعني لو انت جسمك 100 كيلو هتبقى 75 كيلو بس في خلال قد ايه؟ من 3 ل 4 شهور. تقريبا كل كيلو بتنزل 8 9 كيلو. الاوزيمبيك بتخسس قد ايه؟ بس طبعا اغلى واحده فيهم هي المونجارو لان هي اخر واحده نزلت في السوق. طب الاوزيمبيك بتخسس تقريبا 10 كيلو. 10 كيلو في خلال شهرين، يعني 5 كيلو تقريبا في الشهر. طب الساكسين ده ممكن تخسس من 2 ل 3 كيلو. فهي اقواهم المونجارو بس هي غاليه. الحقن دي بنستخدمها ازاي؟ الحقن دي جرعه واحده اسبوعيا. لو انت جبت الساكسين ده فانت هتستخدم اول اسبوع 0.6، تاني اسبوع هتزود عليه هيبقى 1.2، تالت اسبوع هيبقى 1.8، رابع اسبوع هتبقى 2.4 لحد ما توصل لتلاتة اللي هو خامس اسبوع، وتكمل على كده من 3 ل 6 شهور. ديت الساكسين ده. طب لو انت قررت تجيب الاوزيمبيك اغلى شويه. الاوزيمبيك بقى غير الساكسين ده، مش هنزود الجرعه كل اسبوع، هنزود الجرعه كل شهر. هنزودها ازاي؟ هنبدا بالقلم الربع. القلم ربع ملي فيه 4 جرعات، كل اسبوع هناخد جرعه. الجرعه دي بتتاخد ازاي؟ زي الانسولين، يا اما في البطن يا اما في الفخذ يا اما في الدراع، زيها زي الانسولين تحت الجلد. هناخد القلم الربع هيخلص معانا في 4 اسابيع، بعد القلم الربع هننقل على النص يخلص معانا برده في 4 اسابيع، وبعدين ناخد الواحد ملي يخلص برده معانا في 4 اسابيع. هنبقى مشينا 3 شهور. هنشوف لو عايزين نكمل هنكمل على الواحد ملي، لو مش هنكمل ورضينا بالوزن اللي احنا وصلنا له او الوزن المثالي خلاص مش هنكمل. طيب لو عايزين ناخد المونجارو هو اغلاهم طبعا، والمونجارو موجود بتركيزات كتير جدا. المونجارو فيه 2.5 وفيه 5 وفيه 7.5 وفيه 10 وفيه 12.5 وفيه 15. لازم نبدا بتركيز قليل. الحاجات دي كلها يا جماعه لازم نبدا بتركيز قليل علشان الاثار الجانبيه بتاعتها. هقول لكم على الاثار الجانبيه بتاعتها في اخر الفيديو. لازم نبدا بتركيز قليل ازاي من المونجارو؟ ناخد ال 2.5. القلم برده فيه 4 جرعات، هناخد كل اسبوع جرعه. 2.5 هيخلص القلم في خلال شهر، بعدين هننقل على 5 مللي. لو ال5 مللي جايب نتيجه مش لازم نروح لل7.5. لو الخمسة مش جايب نتيجة كويسة نروح لل7.5 أو حتى نروح لل10. ده في حالة التخسيس. هي الإبر دي كلها استخدامها مش للتخسيس على فكرة، هي استخدامها كلها للسكر النوع التاني من السكر. الناس دول بيبقى عندهم المستوى التراكمي عالي جدا، فبيستخدموا الإبر دي عشان بتحسن جدا وبتنزل من المستوى التراكمي مع الرياضة والدايت، تنظيم رياضه ودايت. طب في حاله التخسيس لما تستخدمها في حاله ان انت عايز تنزل وزنك ينزل، هنستخدمها مش هنحتاج نعمل معاها دايت ولا رياضه، لان انت اصلا مش هتاكل، لان زي ما قلنا الحقن دي بتسد الشهيه. الحقن دي يا جماعه لازم تتاخد زي ما قلنا من 3 ل 6 شهور عشان تجيب نتيجه، بس هي بتجيب نتيجه من اول شهر. من اول شهر بتحس بفرق واضح في جسمك، بس على حسب ما انت عايز تنزل قد ايه. هل انت عايز تنزل 25% من وزن جسمك؟ هل عايز تنزل 10% بس؟ هل عايز تنزل 15% بس؟ اوزن بعد كل شهر، اوزن وشوف هتكمل ولا مش هتكمل. طبعا الحقن دي ليها اثار جانبيه، بس اثارها الجانبيه مش كتيره. اثارها الجانبيه ومحتمله. الاثار الجانبيه الاحساس بالنوزيا، اللي هو تحس انك عايز ترجع او ممكن ترجع. كمان بتعمل شويه تقلصات والام في المعده والقولون.
بتعمل شويه دوخه وهبوط اول ما بنستخدمها اول شهر. الحقن دي ممنوعه لحد، ممنوعه طبعا، ممنوعه على مين؟ الناس اللي اقل من 18 سنه، الناس اللي عندها مشاكل في الغده الدرقيه، الناس كمان اللي عندها مشاكل في البنكرياس. طيب سؤال اخير، هل في حبوب بدل الحقن دي؟ الوحيد اللي منها حبوب هي المونجارو، هي الاوزمبيك، معلش الاوزمبيك واسمها ريبالسس. الريبالسس بتيجي بثلاث تركيزات. حبوب الريبالسس بتيجي يا اما 3 مللي يا اما 7 مللي يا اما 14 مللي. لو هنبدا برضه هنبدا بال 3 مللي بس هتتاخد كل يوم. الحقن طبعا قلنا كل اسبوع، الحبوب هتتاخد كل يوم. هناخد الحبوب كل يوم على معده فاضيه قبل اول وجبه في اليوم بنص ساعه، الصبح قبل الفطار بنص ساعه او ساعه. خلاص هتفضل سادة معاك الشهية اليوم كله، مش هتاكل حاجة أصلا، ولو كلت حاجة هتفضل في المعدة موجودة اليوم كله. هناخد ال3 مللي لمدة شهر، وبعدين ناخد ال7 مللي لمدة شهر أو شهرين أو 3 على حسب، ما نوصلش لل14. ال14 مللي ديت للناس اللي عندها السكر، نوع تاني عشان نقلل بيها أو نحافظ على مستوى الHB1C اللي هو السكر التراكمي. دي كل الحاجات اللي موجودة في السوق، وكل التركيزات وكل الجرعات. جرعات الحقن لازم كل أسبوع، جرعات الحبوب لازم تتاخد كل يوم. أفضلهم المونجارو، أكترهم انتشارا في السوق حاليا الساكسندا والفيكتوزا والاوزمبيك. المونجارو قليل شويه عشان في دول لسه ما دخلهاش، بس المونجارو هو احسنهم واكثرهم فاعليه لان هو بينزل ب 25% من وزن الجسم، واول شهر بتستخدم فيه المونجارو تقريبا بتنزل من 7 ل 10 كيلو. ده سحر، وما بتحتاجش تعمل معاه لا دايت ولا رياضه، انت بتعمل الرياضه لنفسك، انما الدايت كده كده انت مش هتاكل حاجه، مش هتاكل فعلا. بس وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. يا ريت لو عجبكم الفيديو ده يا جماعه اعملوا لايك واعملوا شير، ولو حد عايز يسال عن حاجه اسالوا يا جماعه في الكومنتات وانا هرد عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.